اتقي شر الحليم إذا غضب، إنه المثل الشهير الذي جسده رونالدو على أرض الواقع في أكثر من مناسبة. لاعب بإمكانات وقدرات النجم البرتغالي، من غير المنطقي أن تلجأ للتقليل مما يقدم أو أن تسخر من أدائه، لأن رده حينها سيكون قاسيا جدا. وللتأكد اسألوا بلاتر. He's like a commander on the field of play. That's it. هكذا كان تصريح بلاتر قبل أكثر من عامين، وهكذا جاء رد رونالدو عندما سحق منتخب السويد في الملحق الأوروبي الذي أهل المنتخب البرتغالي لمونديال البرازيل. Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, es más importante. Y esta temporada creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? وقبل مواجهة روما في دوري الأبطال، هكذا استفز أحد الصحفيين نجم الريال الأول. Desde que estoy en España, diz-me um jogador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. وهكذا رد رونالدو أمام أنظار مدربه زيدان. الرد الحقيقي لرونالدو لم يكن في المؤتمر الصحفي فقط، وإنما في أرض الملعب. وأي ملعب؟ إنه الأولمبيكو. رونالدو مر بمهارة والكرة، جميلة من رونالدو. هذا هو رونالدو ابن 31 عاما عندما يغضب، وتلك هي طريقته في الرد.